دايما بصحاباتي، وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية. موا سافا تخي بيان الحمد لله. اليوم جيتكم بالمقرود، الله الله تاع زمان تاع بكري. ما دارته ماما مش انا، باسكو انا شويه ماشي بيان فيه. ما فهمتش يا نديرو مبسس خلاه يا نديرو صم. واحنا نحبوه طيب هشوش ومبسس كيف تقول ماما. قالت لي ندبر راسي. بسم الله نبداو. درنا 3 كيلات تاع سميد. سميد درت كنزة مليحة سوا ولازم تخلطي كنزة وتعملي معها واحد اخر، ما تعمليش كنزة وحده باسكو يشرب الماء ياسر. وكيلة سايحة تاع سمن وزبدة، خلطنا بين السمن والزبدة وبدأت تحك فيها. هو شوفوا السر تاع المقرود باه يجيك هشوش ويجيك مبسس، مش مبسس ياسر، انك تحكيه مليح حتى انت تعملي ديك لابول وتضربها على كان هبطت. ما تفكرش تشطح وهي محكوك بيان. ولهنا جات باه تبلو، حطينا الملح، حطينا الزهر، ونفس الكوب بعد حطينا فيه الماء دافي والزهر، وتبدا تبل ما تعجنوش البنات. بلاتو دوك تشوفوا على اطراف يدها برك ما عجنتوش، ودرك تلم وتبقى ترش في الماء، ترش باسكو سنيت كنزة او يشرب ياسر الماء، فهمتوا؟ دوك تبقى تلم ومن بعد تزيد تفترش تلم حتى تحط لهنا صايبون. مش ما عادش يتفترش. دوك تخليه اكوتي تحطو يرقد، باسكو لازم له رقاد يرقد حتى تعملوه الصباح وتعملوه في العشية، لازم يرقد المقرود باه يجيكم مليح. بعد ما نقيت هذاك الغرس حطت له الجنجلانية وحطت له القرنفل وحطت له القرفة والزهر وعجناته. يتعجن بالقرفة لازم يجي متفتف. انا نحب الغرس يجي متفتف باه المقرود يجي فيه قوم مليح. 3 حوايج هذوما ما يتنحاوش المقرود تاعنا ومعروفين بيه. الغرس تاعنا يتفتف بيان. وتحطي الزهر، كل شويه تحط الزهر، وتقدروا تحطوا الزبده البنات. الزبده هي باش يجيكم طري ياسر لازم تحطوا له الزبده. احنا درنا غلطه ما حطيناش الزبده، حطينا الزيت. مي انت تعملي الزبده، تحطي له مخصو تاع زبده وتعجني.
لهنا وقت اللي حنديروه كما تشوفوا. ما نجمش نعبر لكم ونقول لكم كيفاه، نخلي لكم لا فوتو تبعوا انتم كيفاش نديروا وتشكلوا كي شغل معاصم كبار، ومن بعد تقص باش تجيك الخدمه.